وانخفضت الأصوات وصار الأصوات تحولت إلى همس، الكل خايف لا يكون أمور كثيرة دكتور أصبحت. الجلسة ما كان في أحد من المباحث، ونحن ما بالنا لما كنا في السجن ما سألونا عن هذه، فالظاهر ما وصلتهم. نظام التابعية السعودي الخبيث اللي هو نظام عنصري قبلي منحط، لا علاقة له بالولاية الإسلامية ولا توجد دكتور فيه أي حتى لفظة شرعية، يعني لفظة مسلم، يعني حتى من يستحق مسلم. نعم، يعني مفرغ تماما من أي لفظة إسلامية مطلقا يعني. لكن هذه ما تحمل ألفاظ، بحقائق الأمور حقيقة الأمر أنه نظام عنصري قبلي بغيض، لا علاقة له بالشرع ولا علاقة له بآخر سورة الأنفال التي تنص رحمه والذين آمنوا من بعد وهاجروا فأولئك منكم. الآن في كثير من الناس يأتوا مهاجرين. إيش معنى مهاجرين؟ يعني ما إيش معنى الهجرة كما بينا في اللقاء السابق، لأنه يصعب إبانة الأمور مئات المرات. فيما كان الهجرة ليست الانتقال البدني كما يظن بعض الناس من ذوي الفكر التافه. كثيرا ما يصاحب الانتقال البدني، لأن عادة يكون في دار الإسلام متميزة ودار كفر متميزة، فحتى الإنسان يهاجر ويأخذ تبعية دار الإسلام ما يعقل أن يأخذ تبعية دار الإسلام في الحالة العادية وهو جالس في دار الكفر، بل بد ينتقل حسيا، يعني يركب بعيره أو سيارته أو طيارته ويتجه لدار الإسلام. لكن هذا ليس هو معنى الهجرة الحقيقي. معنى الهجرة الحقيقي هو قبول تبعية دار الإسلام ونبذ تبعية دار الكفر. هذه الهجرة في حقيقتها. والدليل على ذلك ذكرنا أحاديث، ذكرنا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسلم ألا تتبدون يتبدون البادية، قالوا نخشى على هجرتنا، فهموا بمعنى البداء البسيط انهم هاجروا جسمانيا، وهذا اللي كان فهمه اخوان طاع الله واللي فهمه عبد العزيز الناصر ضحك عليهم حتى سكنوا في الهجر حتى يكسر الجانب البداوه فيهم، وهذا فيه جانب حضاري جيد لا باس به بالصدفه ولم يكن مقصوده. فقال لماذا لا تتبدون تذهبون تتلسمون يعني الهواء العليل في الشعاب ورؤوس الجبال؟ قال نخشى على هجرتنا. قال انتم مهاجرون حيث ما كنتم. والاعرابي الذي مرض فقال لو شربت من بئر اظلها بطحان لا شوفي، قال ما يمنع، قال هجرتي. قال إذا فأنت مهاجر حيث كنت. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إيش معنى هذا الكلام من المعصوم بعصمة الله؟ أن الهجرة هي حمل التابعية لك، بايعت تحمل تابعية دار الإسلام سواء كنت هنا ولا كنت في بطحان، أنت مهاجر، أنت حامل التابعية. هذا معنى، لا يمكن أن يكون له معنى آخر. إذا كان أحد موجود من المتكلم من الحاضرين أو من السامعين أو من الأولين الآخرين يجد لها أي معنى آخر فيفيدنا بجزاه الله خير. لا يوجد لها أي معنى آخر مطلق. كيف يكون مهاجر وهو ليس في الدار اللي هاجر إليها؟ إذا معنى اكتسب وصف الهجرة يعني حمل التابعية، هذا معنى الهجرة. إذا ما عندها معنى آخر. انتقال الجسم انتهى بخروج الرجل من المدينة، إذا حقيقته إذا هي حمل التابعية. فالذين آمنوا بعد وهاجروا فأولئك منكم. أنا بس بلخص بسرعة خاطفة ولا حتعاد هذه إن شاء الله في فترة التوقف اللي في آخر رمضان حتى يتفرغ الناس لبعض الروحانيات وبعض القيام الليل وكذا. إذن هي حمل التابعية. فالذين هاجروا بعد وجاهدوا فأولئك معكم فأولئك منكم. هذا الناس كثيرين جو قالوا مستعدين، يلا مستعدين ننزل في هذه الديرة، مستعدين نشتغل حفر الشوارع، ندفع الضرائب، ندفع الزكاة، ونبايع حامل هذا وش يدعي من السعودي يدعي مشلوت يطرد. فجاء قالوا السعودي ليسوا منا، يعني رفض كلام الله رفضا صريحا بنظام التابعية. فنظام التابعية السعودي نظام كفري ما يشك فيه أحد إلا من لم يقرأه، اللي ما قد جاهل ما هو حجة. الحجة على من اطلع، وإحنا طلعنا عليه وقرأناه مادة صحيح. في مناقشتنا. فإذا القرآن والسنة ليست حاكمة، لأن آخر سورة الأنفال ضربها بن سعود مع احترام للقرآن ضربها بالشلوتي، شالها ورماها في المزبلة. إذا أين صار القرآن والسنة؟ صارت بيع على ماذا؟ إذا على شريعة جنكيز خان. هذا ما هي بيع شرعية، بيع سعودية، يمكن بيع سعودية أو جنكيز خانية أو بوذية أو أمريكية، لكنها ليست إسلامية بالقطع. هذا أول شيء. هذا إذا كانت في أصلا بيعة. عبد العزيز كان يأخذ بيعة مصافحة ورموزها المعتادة، حتى سعود كتب إلى القرى هذه، لكن اللي بعده ما أخذوا بيعة بهذا المعنى. يأتي فئة من الناس يدعون أنهم أهل حل وعقل، ما يعلم الله بحقيقة أمرهم ويبايعون على ماذا؟ يقول على الكتاب والسنة. طب الكتاب والسنة مخروقة، إذن هذا الرجل بايعوه على ماذا؟ كذب، هذا ضحك على الذقون وكذب على الناس. أمر سوري أصبح طقوس يعني أو تقاليد فقط. طقوس بالإضافة لأنها فارغة من المحتوى متناقضة، والشيء المتناقض لا وجود له. نعم. المتناقض يفترض فضل في الأذهان لكن لا وجود له حقيقي ولا يمكن يكون مقبول شرعا. لماذا من أتى بعدهم دكتور فيصل خالد، خلينا نبدأ خالد مثلا أو فهد، لم يحرصوا يعني على هذه الطقوس؟ لا، أصبحت غير ذات قيمة، يعني خلاص الملك وراثي الآن واستقر، وضعفوا مشيخة النجدية ضعيفة في أمور السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، ما عندهم إلا طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر ما يقول بها ليل ونهار مثل ببغاء، ما عندهم غيرها. فقالوا خلاص خلى لك الجو فبيضي واصفري وصفري ما شئت تصفري، اتركوكم من هذه رسومها البيعة ورموزها ما لها معنى، تفتح باب إشكالات ووجع راس. لا سيما أن جهيمان شل حملة شرسة على بيعتهم وقال أنها منقوضة وهو غلطان في الواقع.
الواقع ما في بيعة أصلا حتى تكون منقوضة، لأنه فاته أن هناك كفر بواح، لأنه أيضا يخرج هو في النهاية خريج المدرسة النجدية، ففهمه للشريعة محدود ويعني بدائي، يعني على قد حاله رحمه الله بس. لكن الحقيقة أنه الكفر بواح ظهر بسن نظام التابعية السعودية، وهذا أول نظام سن، وكذلك بمطالبة مجلس الشورى بسن نظام وراثة العرش. نعم النظام لم يسن صحيح، لكن الإرادة اتجهت، والطلب الملكي يقول لك الإرادة الملكية السامية اتجهت، وخاطب مجلس الشورى بخطاب رسمي خطي موجود في أم القرى، اللي ما يصدق يروح يقرأ أم القرى، يطلب منهم وضع نظام وراثة العرش، إذن هو عرش يورث وليست إمامة يبايع عليها. صحيح. وقبل كده إخوان ما طالع عرفوا قالوا إيش معنى ملك الحجاز وسلطان نجد، وش هذه وش اللعبة هذه، حتى كلمة ملك استنكروها، من حقهم أن يستنكروها، لا تفوح منها رائحة الكفر الصريح. لكن نحن نتكلم عن الكفر المقطوع به، ليس مجرد الرائحة، وإنما يكون شحما ولحما. ثم بعد ذلك عضوية الأمم المتحدة التي تنص بصراحة على الكفر والاستهزاء بالإسلام والمسلمين في نصوصها، وش خلاك عضو فيها؟ هل سلت عليك السيوف وضربوا وقصفوا السواحل وأرغموك؟ تلك ساعة نقول معذور بالإكراه، ما حصل هذا، بل هو سعى برجليه، وكانت الحرب العالمية على قدم وساق، ما بعد كسبت من الحلفاء، وسارع ابنه فيصل بالكتابة إلى أظن وزير الخارجية الأمريكي يطلب أن يعني يضم إلى نادي المؤسسي الأمم المتحدة. نعم. موجودة، والوثيقة موجودة عندنا في الأدلة القطعية. نعم استعرضنا دكتور يعني كثير من هذه الوثائق، وقضية وراثة العرش موجودة أيضا، أو شرحناها في النظام الأساسي الحكم، يعني في أكثر من 10 أجزاء أو 15 ساعة. دكتور أحد الأخوة يقول يعني هو من إريتريا، لكن يعني جرب وتسلل إلى دار الإسلام. نعم. وأخذ ورمي حتى في اليمن، ولم يعني يحدث في إريتريا حتى ما وصلوا إلى بلده، يعني إلى مأمن، يعني حتى المشركين أحسن حال من. نعم. نعم. ويقول يعني في إريتريا ابتلين يعني حاكم نصراني يعذب المسلمين، ونسيت اسم الرئيس هذا صديق أفورقي، السياسة أفورقي، وهذا يعني صهيوني نصراني بغيض جدا، ويعذب المسلمين. إذا أصابه زكام راح يجري إسرائيل للعلاج يعني عمدا، ولا كان ما في بلاد أخرى يا أخي روح إيطاليا، طيب على الأقل تروح لإسرائيل حكاية يعني في العرب والمسلمين. نعم. فهو على كل حال يعني يقول كيف نهاجر، يعني يقول الآن وهذا تعاملهم الآن معنا بالطريقة هذه. ما في هجرة محرمة الآن، ابن سعود ألغاها بنظام التابعية السعودي، ألغاها قلعها من وجودها، هذا نقول نظام كفري، لأن الهجرة ماضية إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن تنقطع أبدا من دار الكفر دار الإسلام. فإذا جاء حاكم منع المسلمين من الهجرة وبالقوة المسلحة أو بالطرد أو ما شاكل ذلك، فهو خرق نظام الإسلام خرقا لا يمكن معالجته أصلا، يعني ارتكب كفر واحد في من الله برهان. بل أسباب ذلك يعني معاملة في السجن الترحيل. حكى لي واحد أنه في الرويس، والرويس في جدة، يحلف بالله العظيم أنه يجيبون التباسي، يعني مطبخ يحضر للناس تباسي رز يصحون بفرطها الكبيرة هذه، فيأتوا الجنود إذا اقتربوا يقربوه مثلا العنبر طبعا في مجموعة جماعي في 10 20 30 ما يضعون التبسي أمامهم، يكبوا على الأرض عشان يضطروا يأكلون من الأرض. الإذلال يعني مزيد الإذلال. هذا سجن الهجرة دكتور، هذا سجن الترحيل، وأكثر المرحلين من بقوا بعد الحج يعني يعني متشبه يقيني أنهم مسلمين، لا هم يهود صهاينة ولا هم حربي، بالعكس الأمريكي الحربي يحترم ويعظم. لا فهذا أمر ما في كلام. نرجع على كل هذا، ليس موضوعنا الهجرة الآن، لكن أول ما حصل الخرق الصريح البين المقطوع به، وكان الرائحة فاحت قبل كذا أدرك إخوان ما طالع، بس إحنا ما نمشي بالرائحة، نمشي بالحديث اللي أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا هو نظام التابعية السعودي أول ما سن، وخطاب عبد العزيز لمجلس الشورى سنة 1933 اللي هو 1352 أظن أو 53 هجرية بسن نظام لوراثة العرش. بهذا أظهر الكفر بواحد الصريح الذي لا شك فيه. فلو كانت في بيعة قبل ذلك انتقضت. نعم. يعني ينقضها الكفر. دكتور على الهجرة، يعني أحد الأخوة يعني يصر ويسأل يقول يعني حقيقي في ظاهرة غريبة يعني في السعودية الآن، إنه أغلب الهجرة تكون للسعودية، ولذلك يعني عندها جهاز قمعي، جهاز الجوازات مطاردة هو يعني في السنة يخرج يعني عدد 1,000,000 أو نصف مليون، أعداد كبيرة مقارنة مع أوروبا مجتمعة التي يعني فيها مزايا يعني اقتصادية ومالية، وبلدان العالم العربي مجتمعة يعني لا يوجد عندها هذه المشكلة. ما السبب دكتور في ذلك؟ لماذا المسلمين يعني يريدون أن يتجمعون في الجزيرة العربية؟ والله يمكن أول شيء الدافع الرئيسي طبعا بعد الحج والعمرة، 2 وجود فائض مالي بسبب الوضع البترولي وعدم وصول أموال إليهم في محلهم. يعني عمر عندما كان يقول يا أهل اليمن يمنكم، كان المال يصل إلى أهل اليمن ويحتاجون يجون في الجزيرة العربية أو في مكة، بمعنى أصح يضغطون على مرافق مكة. فالجانب المالي يلعب دور، في ناس مهاجرين ماليين، وفي ناس الجانب الإسلامي أن هذه جهة شرعية وإسلامية في ظاهرها. هذه السببين الرئيسيين. جميل. فقط هذا هو اللي يظهر لي. جميل جدا.
لكن على كل حال هذا إذا قامت دار الإسلام سيتضح هذا الموقف، سيتبين من هو المهاجر ومن هو ليس المهاجر. والمهاجر إذا جاء وشاف أنه والله فيها عملية دفع زكاة دفع ضرائب وتجنيد إجباري، بان ذاك الساعة من اللي جاي بيلعب ومن اللي جاي جاد. اللي ما هو جاد مثل الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبايعهم، ثم حمى صابته الحمى فلقى العملية ما هم خارجة مثل ما يقولها مكة. احنا جينا بنستانس، طلعت العملية فيها حمى ومدينة موبوءة ذاك الوقت فيها ملاريا وبلاوي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقلني بيعتي، قال لا. فرجع بعد ثاني يوم قال أقلني بيعتي، قال لا. ثالث يوم قال أقلني بيعتي، فخرج من نفسه من غير ما التعيس هذا. لأن الناس ما يقدر يقيل البيعة الخاص، البيعة لازم تفعلق ما فيها إقالة. حتى نبي الله الخاتم ما يقدر يقيل، أن هذه أحكام شرعية تسري على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره وعلى من دونه وما في فوقه أحد من البشر طبعا، لكن تسري على جميع المخلوقين المكلفين بهذه الشريعة. فخرج الرجل فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، فهذا خبيث طردته. فحينئذ كانت دار إسلام والناس يبايعون يبدأون يدفعون الزكاة ويبدأون يشتغلون وجد واجتهاد وجهاد وتدريب إجباري وعسكرية وكذا. العابث والله سيتوكل على الله يولي يدبر. نعم صدق. نعم. ثم بعد فترة ربما من الهجرة الشديدة في الأول سيصير فيه حالة من التوازن، ما يجيك إلا الرجال والأبطال والشجعان أو المجرمين وقطاع الطرق والمغامرين. هذول السيف جاهز لهم، السيف الأملح موجود سلمك الله، موجود حد المحاربة موجود يعالج كل مجرم لا تخاف عليه. يعني طالبان بمجرد تطبيق كم حدين ثلاثة إعادة الأمان في مناطق أفغانستان المملوءة بالقبليين والشرسين وقلمت أظافرهم. كذلك في دار الإسلام لا تخاف. نعم الأحكام الشرعية كفيلة بتهديد كفيلة بضبط الأمور. وتتوازن الأمور بعد كده فيقل العدد ويستقر. وحتى من يأتون يثقفون يا عم ما في وظائف ولا أماكن عمل كافية، تبغى تجلس الله يحييك تجلس بس على مسؤوليتك الخاصة، لكن ليش ما ترجع إلى بلدك تحول إلى دار إسلام تقلبها. ويثقفون أنه ما يجوز تترك بلدك إذا كان عندك إمكانية. وإذا وجدت دار إسلام مثلا في الجزيرة العربية فهذا راعي إريتريا قد لا يحتاج أن يأتي، إذا جاي يقولوا له مجيئك حسن، لكن أفضل لك تبايع وتصير حامل تابعية وترجع هناك وتقلب النظام الداخلي اللي يشتغل. حرب عصابات وغيره حتى يزال أسس فوركم، مش معناه أنه أهل إريتريا كلهم يجون، هذا لا يوجد في العالم أصلا، هذا من الأوهام. وإنما الحاصل سيأتي بعض أهل إريتريا والبقية سيرجعون إلى إريتريا لقلب النظام وضم إلى دار الإسلام، وهكذا تتوسع الدار بالثورات الداخلية وبالطريقة الديمقراطية. تصدير الثورة كما كان يعني طبعا ضروري تصدير الحق، لازم تصدير الحق، يقبل الحق مقبول ما يصير. نعم جميل جدا. وخلع هؤلاء الطواغيت واقتلاعهم، فالعملية ديناميكية، مش ما يظن الناس أن كل أهل بنغلاديش حيجوا، هذا ما يوجد في العالم أصلا. ما وجد كانت بغداد زهرت الدنيا، جوها أهل بنغلاديش ولا أهل الهند ما كان نفس الوضع. جوها أهل الجزيرة دكتور هاجروا ولا أهل الجزيرة، كم هاجر في بغداد؟ بغداد نمت من أول ما أسست إلى ما دمرها المغول على مدى 4-5 قرون، وصلت إلى 2.5 3 ملايين. يكفي أن انتقلت دكتور يعني دار الخلافة أصلا. يعني ما يخالف، لا بس أقصد يعني اللي بيقول لك يجوا أهل بنغلاديش 80 مليون يجوا، الكلام لا يوجد في العالم. إذا هجرة نوعية ستكون يعني سيكون قلة من الناس، يعني غالبا اللي يهاجرون خلي أقول لك الهاجرون شخص مخلص مؤمن يريد أن يدافع عن الدار، هذا يكون جندي ويمكن توجيهه إلى الجهاد في كل مكان في العالم وليس فقط في الدار لأنه مخلص. رجل عصابات ومجرم قال والله هذه ديرة فيها قروش وفيها نعمة وفيها كثير من الناس معنا فيها إمكانية للصوصية والإجرام، هذا السيف يوقفوا عند حده. هذه نوعيات التدقيق. ما حيجيك الإنسان العادي اللي عنده بقرة في مزرعة في مصر ولا في بنغلاديش ما حيترك بقرته ويديك ولا تركها أصلا من آلاف السنين. هذا كلام كله خيالي يعني يراد به التهويش على الناس وإثارة نعرتهم المحلية، لأن يقول لك أنت راح أنت عندك هالبترول يجيك هالبنغلاديشي يأكل بترولك، معروف هذه يعني حيلة قديمة دائما استخدمها الأنظمة، إما أنظمة قومية بطبيعتها مثل أمريكا دولة قومية مبنية على أنه من في دارها واللي ولد فيها واللي أخذ جنسيته بطريقة نظامية هذا ابن البلد ومن سواه لا يستحق شيء. يختلف عن الدولة العقائدية، الدولة العقائدية تختلف، فلسفتها تختلف، طريقة تعاملها مع الناس تختلف، وتعاملها مع الدول الأخرى تختلف اختلاف جذري، فما يمكن المقارنة. والتجربة التاريخية دلت عن المسلمين في العالم الإسلامي كانوا يتنقلون حسب حاجات الجهاد حسب حاجات العلم إلى آخره. ما حنتقل والله أهل قرى مصر ما راحوا إلى العراق وزاحموا أهل العراق، وش يترك مصر ويروح العراق؟ هذه بلده وعنده بقرته وعنده مزرعته، مش ينتقل ليه؟ يعني كلام خيالي بس يراد به التشويش. وذكرت مثال كنا في جلسة مع بعض الإخوة السودانيين في ختم قرآن، فقامت ذيك الأيام انقلاب البشير اللي تفاعل بعض الناس ظنوا إسلامي، فسألوا بعض لأنه البشير يضغط علينا حتى نرجع، يقول لازم لكم بيعة، يبغى بنفس لعبة البيعة في عناقكم بيعة لازم ترجعوا. أو يريد الخبرات دكتور يعني يستخدم حقا يقول تعالوا على أساس علماني بس ما يكذب يقول على أساس بيعة. قلت والله إذا كان نظام إسلامي فله بيعة، وين النظام الإسلامي؟ فقلت أبسط ما ينتظر من النظام الإسلامي أن يكون نظام التابعية إسلامي، لأن هذا اللي يعرف وش المواطن وش غير المواطن. النظام الإسلامي وكذا كذا كذا، قلت الكلام اللي قلته. فأسف رجل عالم
يحمل بروفيسور ما في داعي ذكر اسمه، اعترض قال معنى هذا انه اهل نيجيريا يجون يهاجرون السودان 60 مليون نيجيري. فقفز واحد من الدكاتره الاطباء قال اهلا وسهلا خليهم، عندنا 80 مليون هكتار ما حد بيزرعها، تعالوا يزرعوها. قلت لا اول شيء هذا لن يحصل، تاكد ما حيجيك 80 مليون نيجيري يزرعوا لك الارض ولا حيجيك مليون منهم. نيجيريا عندها انهار مشغوله. هذا واحد. اثنين نعم. ايش المانع حتى لو جو تنهض البلاد وتتطور وتتحسن احوالها؟ فاعترض اعتراض ثاني قال بس هذا ما هو نظام التابع السعودي كذا. قلت معنى هذا معنى كلامك هذا انك حكمت نظام التابع السعودي انه غير اسلامي، نظام كفر. فسكت مشاعر حبيبي وسط احنا في الرياض طبعا في داخل المملكه. فخاف الرجل وسكت. نعم صحيح. وانخفضت الاصوات وصار تحولت الى همس، الكل خايف لا يكون. امور كثيره دكتور اصبح الجلسه ما كان في احد من المباحث ولا ما بلى لما كنا في السجن ما سالونا عن هذه، فظهر ما وصلتهم. لكن المقصود انه هذه مفاهيم الناس اللي في اذهانهم انه يجيك النيجيريين، يجيك في كل بلد طبعا يجيك المرعب في السودان النيجيري والمرعب في الجزيره البنغالي او الهندي، يعني معروفه هذه اساطير، هذه الخرافات. هذه الدوله الاسلاميه، هذه بغداد كانت عاصمه العالم الاسلامي، كانت كل بلاد السند تابعه لها، جو اهل السند نزلوا بغداد غير يمكن 2000-3000 من العلماء وطلبه العلم والمفكرين والفلاسفه، يعني كلام ضحك يعني يستغفل به الناس، ولا يزال الناس يستغفلون من ايام الرومان بهالقصه. والشعب الامريكي يستغفل الحكومه الامريكيه بهذه الطريقه، ترجعكم المكسيكانز ياكلونكم يمصون دماءكم، من هالكلام الفارغ.